إذا بدكن أنجح خلية نحل قطنية وهشة ومع حشوة بتدوب بالقلب وطعم بجنن، فأنتوا بالمكان الصح. خليكم معي بالفيديو للأخير لأني رح فرجيكم كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم. معي أنا أم كرم. اليوم وصفتنا سهلة ومقاديرها بسيطة. أول شي حطيت كاسة حليب دافي، وبنفس الكاسة عيرت ربع كاسة مي وربع كاسة زيت نباتي وربع كاسة سكر أو أقل بشوي، وبعدين ضفت 3/4 المعلقة كبيرة خميرة وبيضة، بس ما استخدمت البيضة كلها، تركت شوي منها لندهن الوجه آخر الشي. حركت كل المكونات منيح لحتى دابت عندي الخميرة بالسكر، وبعدها ضفت نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات يلي بعادل تقريبا 3 كاسات وربع كبار. ضفتهم بالتدريج لحتى تشكلت معي عجينة، وبعدها ضفت 25 جرام زبدة يعني تقريبا معلقة ونص كبيرة، وكملت عجن لحتى صارت عندي العجينة ناعمة وطرية ومتجانسة. غطيتها بكيس نايلو وتركتها ترتاح حوالي تقريبا النص ساعة، وبعد الراحة قطعت العجينة لكور، كل كرة حوالي 50 جرام. طبعا الحجم بيرجع لذوقكم، بس أنا بفضل استخدام الميزان بهيك وصفات حتى تطلع كل القطع متساوية ومرتبة. وحشيتها بالعجوة، فيكن تحشوها شوكولا أو جبنة أو أي حشوة بتحبوها. سكرت كل القطع وصفيتهم بالصينية وتركت مسافة بسيطة بيناتهم. تركتها ترتاح تقريبا ساعة لحتى تنتفخ وتاخد حجمها. أنا شخصيا بفضل أعطيها وقت كافي لتختمر حتى تطلع هشة وخفيفة. وبعدها جبت باقي البيضة اللي تركناها من قبل وضفت لها شوية حليب ودهنت فيها الوش، وللتزيين حطيت لها سمسم، وفيكم كمان تضيفوا حبة البركة إذا أنتم بتحبوا. دخلتها على الفرن على درجة حرارة 200. شغلت الفرن من فوق ومن تحت وتركتها تقريبا 25 دقيقة لحتى أخذت اللون الذهبي، وهي النتيجة النهائية. مثل ما شايفين خلية نحل ذهبية وهشة وطرية كتير من جوا، وقوامها خفيف وطعمها ولا أطيب. جربوا الوصفة وخبروني بالتعليقات شو كانت الحشوة اللي اخترتوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والمتابعة ليصلكم كل جديد، وصحتين وعافية للجميع.